فوتوديرم أكني مات للبشرة الدهنية، وفوتوديرم AR للبشرة الحساسة. الاتنين بجد أبطال في عالم الحماية من الشمس. زي ما يكون كده جايلك اتنين عرسان، واحد لابس بدلة شيك جدا ومنظم، والتاني بقى داخل بهدية وردة رومانسي. السؤال بقى هتختاري مين فيهم تديله القبول في قلبك؟ قصدي بشرتك. فوتوديرم أكني مات ده عامل زي الصاحب الجدع للبشرة الدهنية اللي فاهمها كويس قوي. في تركيبة اسمها فلويد اكتيف، ودي بتظبط افراز الدهون علشان ما تسدش المسام، فبيخلي الوش مط من غير اي لمعة، وكمان بيقلل ظهور الحبوب، ومش بيسيب اي علامات بيضاء او تجيع على بشرتك. بس بقى لو بشرتك مش دهنية فهو مش هيبقى كويس معاكي، لانك هتحسيه بينشف شوية، وكمان هو فيه SPF 30 بس، فلو بتقضي وقت طويل في الشمس هو مش هيبقى أحسن حاجة ليكي، وممكن تحتاجي تستخدمي نوع تاني يكون SPF 50 أحسن. أما بقى فوتوديرم AR أو أنتي ريدنس فده كده بيدخل يعمل هدنة مع الاحمرار، لأن في تركيبة اسمها روز أكتيف، ودي اللي بتقلل الاحمرار وبتحافظ على الأوعية الدموية في البشرة، وهو مناسب جدا للبشرة الحساسة اللي عندها روزيشيا أو بتحمر بسرعة. وكمان ده بقى SPF 50 بلس، يعني لو ناوية تروحي الساحل وتقضي اليوم كله في الشمس يبقى هينفعك جدا. وهو لونه مش كريم أبيض، وبيدي للبشرة لون طبيعي جدا وخفيف قوي علشان يداري على أي احمرار فيها. بس ده بقى لو بشرتك دهنية فممكن تحسيه تقيل سنة. بس بقى اللي أكيد إنك بعد الشمس لازم تستخدمي كريم يرطب ويرمم حاجز البشرة، زي آلة السيكا جيل كريم اللي ممكن تعرفي كل حاجة عنه لما تشوفي الفيديو ده. وقوليلي في الكومنتات بقى انتي فريق أكني مات ولا فريق AR. ولحد ما أشوفك الفيديو الجاي خلي بالك من بشرتك.